وعلى خير ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو هانين ومتهنين. هيا صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم مع بعضنا في لي كومنتير البنات، ونبدو الوصفه تاعنا كيما راكم تشوفوا فيها معايا. الله عليها لوبيا هكاك سخونه حاره مولوله، تليق في الايامات هذوما تاع البروده. هيا تحكي على روحها. هيا يقولك الماكله البنينه تعرضك بفارها، ما تستناش حتى نشكروها، راهي تبان من ريحتها ومن المنظر تاعها. هي الريحه ماكمش تشموا فيها، المنظر راهو باين يشهي. المهم راح نروحوا ننتقلوا للوصفه تاعي. كيما شفتوا معايا هنا في بدايه الامر راني قاعده نفصص في اللوبيا جريني تاعي، كملت فصصتها كامل ورحت شللتها بالماء، ولا نقول احنا مسمستها ولا نقعتها في الماء هذاك وصفيت هذاك الماء. يعني كيما راكم تشوفوا معايا وتلاحظوا، ونروح مباشره للكيكوطه تاعي ونبدا ندوزن ونحط بتاويل اللوبيا غريني باش نطيبوها ان شاء الله. في بدايه الامر حطيت في الكيكوطه تاعي قيس هكاك 4 غناجي تاع الزيت، ولحقت ليهم 2 مغارف تاع بصل. اي الناس اللي تسقسي على الغناجين حنا المغرفه نقولوا لها غنجايه، ما دريت هي لفظ قبائلي نورمالمون شاوي ليسونسيال. وخليت هذاك البصل اللي تقلى في الزيت وزدت له هذاك الطرف تاع الدجاج كل وحده قديرو. الا عندها تخدمها بالبقري ولا اللحم نورمال تجي بنينه تسخف. انا درتها غير بالدجاج وجدت هايله. درت لها الملح وراس الحانوت هذاك مكان، ودرت 2 سنات ثوم. قليت الدجاج تاعي هكاك في لي زيبيس نتاعو مليح دائما باش ما تتحرقش ليك هكا عند في التقليه. ديما ضيفي حتى قيس هكا 2 مغارف تاع الماء وقلي عليهم باش ما يتحرقش ليك الثوم ولي زيبيس تاعك هكاك. نفس الشيء كي زدت شويه تاع المغرف تاع طماطم، زدت مغرف تاع طماطم وزدت عليه كيما نقولوا 2 مغارف هكاك تاع مع 3 مغارف هكاك، وخليتها تتقلى فيهم باش ما تتحرقش ليا هذيك الطماطم. سورتو كي تحطي طماطم نعرفوا ليه بالخف هكا تتقلى وتتخطف، تولي تزيدي لها هذاك الطرف تاع الماء باش تتقلى في غرضها طماطم وما تجيش حامضه. وزدت هنا وراها الدبشه الحشيش وطرف تاع الهريسه اللي حاب يزيدها اللي ما يحبش يستغنى عليها نورمال. وخليتها تقلت مليح حتى سيبت زيتها. هذاك برك راهو فلفل عندي فاضل تسمى مقلي وحطيته برك نورمال، يعني انا قلت عليه نرمي حطيته. ولحقت اللوبيا جريني تاعي بهذا الشكل، حطيتها كامل مع هذيك الدوزين تاعي وخليتها تتقلى هكا غير شويه بركه. هزت يعني تقلت شويه بركه، ونمرق اللوبيا تاعي بالماء يكون سخونه البنات، ومن بعد نضيف هذاك الفلفل الحار ونخليه نقفل عليها الكيكوطه ونخليها تطيب في غرضها. هنا راح نمرق ونحط قلت لكم هذاك الفلفل الحار ونخليها طيب لوبيا غريني، نقفل عليها الكيكوطه ونخليها طيب. هكا الماء قيس ما غطيت اللوبيا غريني كيما راكم تشوفوا هنا، يعني تتغطى قيس ما راح طيب لكم. الفلفل الحار انا حطيته في هذه المرحله، تقدري انت تحطيه يعني في الاخير خلاص، يعني كي تبدا قريب راح تطيب في هذه المرحله. انا هنا حليت عليها. كاينه ناس اللي تحبها شويه خفيفه، انا ما نحبهاش خفيفه، مازال خاصها نزيد نرجعها تختار وتجيني بهذا الشكل. انا نحبها بهذا القوام، تجي لوبيا الله عليها كيما قلت لكم في هذا الشتاء يليق غير حاجه سخونه حاره هكا تدفينا وتقوينا. ومام البنه بنينه ما نحكي لكمش عليها، يعني البنه راهي والله تحكي على روحها بنينه ما نقدرش نوصف البنه تاعها. وشاهدكم في الجنه ان شاء الله. نتمنى تجربوها وتقولوا لي في الكومنتير اسكو كيفاش جاتكم، والى تبعتوا الخطوات بربي ان شاء الله راح تجيكم نفس البنه اللي درتها. انا رافقتها هنا بكسره رغسيس ولا معجونه وجات في البنه ما شاء الله.